خناقه جديده في الحكومه الاسرائيليه بعد ايام من اشتباك نتنياهو ووزير الدفاع بتزود التساؤلات عن مصير حكومه الاحتلال. خليك معايا واحكي لك الموضوع. انا مصطفى الغريب وده سؤال. من ايام قريبه كان في اسرائيليين بيتظاهروا على مدار كذا يوم، وده قدام معبر كرم ابو سالم وقفلوه لانهم رافضين دخول المساعدات الانسانيه لقطاع غزه وعايزين حكومتهم تضغط علشان حماس تفرج عن المحتجزين. المهم المتظاهرين دول بقى اشتبكوا مع الشرطه بتاعتهم واتقبض على 30 واحد منهم، وبعدها حصل اجتماع في مجلس الوزراء وحصل فيه اشتباكات لفظيه، وده بحسب صحيفه تايمز اوف اسرائيل. والاشتباكات دي كانت بعد اتهام قائد الشرطه اللي حضر الاجتماع بانه بيتعامل بازدواجيه مع المتظاهرين. لو تفتكروا السنه اللي فاتت كان في مظاهرات كبيره في اسرائيل ضد نتنياهو وحكومته، وده بسبب قانون الاصلاح القضائي واللي خلى كتير من الاسرائيليين مش طايقينه وعايزينه يمشي. المهم الصحيفه قالت ان الوزراء قارنوا ما بين معامله الشرطه اللي وصفوها بالقاسيه مع المتظاهرين عند المعبر وعدم التعامل مع المتظاهرين اللي قفلوا الطرق خلال مظاهرات الاصلاح القضائي، وقالوا انت التانيين سبتهم وما لمستش حد فيهم لمده 3 شهور ونص، واللي عند المعبر انت بتضربهم. وفضل الموضوع رايح جاي بينهم واللي نفسه في حاجه بيقولها، والموضوع اتسرب كله للصحافه. راح قائد الشرطه بقى رد عليهم بمنتهى البساطه وقال لهم انتوا عايزين دخول المساعدات من خلال المعبر وهم مانعين ده، انتوا بتاخدوا القرار وانا بنفذ. المهم بقى ان موضوع التعامل مع المتظاهرين ضد قانون الاصلاح القضائي حصل فيه خلافات كتيره، والحكومه كانت عايزه الشرطه تتعامل بقسوه مع المتظاهرين، وده تفكير قاده ما يسمى بواحه الديمقراطيه في الشرق الاوسط. المهم بقى نرجع لموضوعنا. هو حوار المعبر ده يخليكم تفتكروا انهم حنينين وكده وقلبهم على الفلسطينيين، ولكن فتح المعبر ده جه بضغط امريكي في محاوله للتغطيه شويه على الجرائم اللي بتحصل في القطاع. الموضوع ده واللي حصل قبل كده لما وزير الدفاع اقتحم مكتب نتنياهو، والانقسام الكبير اللي بين الاسرائيليين وفي دوائر صنع القرار بياكد ان دوله الاحتلال بتعيش فتره صعبه ما مرتش بيها قبل كده. وفي ناس بتقول ان ده من ضمن لعنه العقد الثامن، واللي لو مش فاكرينه هسيب لكم لينك الحلقه دي في الكومنتات. سلام.